الدرس الاول اللي عايز اعلمه لك ان الغني مش اللي بيشتغل وبيقبض كتير، الغني هو اللي بيعمل فلوس وهو نايم في البيت. لا احد يصبح غنيا بالعمل من 9 ل 5. مفيش يا عزيزي ثروه بتتعمل بالمرتب، الثروه بتتعمل بالاملاك. ولو املاكك دي اصول اسيتس منتجه فثروتك هتبقى اكبر. اصول منتجه يا عزيزي يعني عقارات او شركات او كده. اصول غير منتجه يعني ذهب او بيتكوين او انتيكه. دي يا عزيزي حاجات ما بتنتجش حاجه. اونصه الذهب مش هتبقى اونصه وربع السنه الجايه. دي تاني حاجات بتغلى بس معهاش استثمارات. دي حاجات بتقاوم التضخم مش بالضروره بتكسبك. لو انا محوش فلوس ذهب او دولارات او اي عمله محليه او بيتكوين فانا يا عزيزي مش بساعد في الانتاج. لكن لو انا بنزل السوق واشتري اسهم في شركات فالفلوس بتاعتي دي بتمول صناعات بتشغل عماله محليه وممكن تقدر تصدر لبره. فزي ما بقول يا عزيزي الاستثمار مهم ليك على المستوى الفردي بشكل دايركت ومهم ليك على مستوى الاقتصاد وده هيفيدك بشكل اندايركت. انت يا عزيزي لما تشتري سهم في جوجل فانت الشيك في جوجل، ولو انت الشيك لازم تبقى فاهم انت بتشتري ايه وهل السهم يستحق السعر ده ولا لا. اوعى يا عزيزي تنجرف وراء الموضه او الحاجات الحلوه اللي بتبرق الا اذا كنت فاهمها كويس وعارف ان قيمتها لسه اكبر بكتير من سعرها حتى لو كان سعرها غالي. الاستثمار عمره طويل مش يوم او يومين او سنه او سنتين. لازم تبقى عامل حسابك ان في اوقات حتى وانت بتستثمر في اكبر 500 شركه ان الدنيا هتنزل سيلا في. ده جزء طبيعي من البيزنس سايكل عزيزي. الدنيا دواره، البورصه اللي هتثبت في طلوع وفي نزول بس في المقبل كله طالع. في الحالة دي الفلوس اللي بتدفعها عشان تشتري السهم بتستخدم كتسليف للدول، بتسلف الدول وتاخد فوائد على السلفة دي. وتخيل تبقى انت محمود اللي قاعد في حلوان وبتسلف الارجنتين او ايطاليا او ماليزيا، والارجنتين بقى تيجي تقول لك والنبي بس متعثرة في البتاع، استنى عليا شوية يا عم محمود، وتزوق ميسي بقى يقعد معاك في البيت كتخليص حق. فانت لو اشتريت سهم تقدر تكسب فلوس وتلم ايجار وانت قاعد في البيت ما بتعملش حاجة.